السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثت صحيفة كيرر الألمانية عن تأثير بطولتي كأس أفريقيا وكأس آسيا على أندية باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم. ويشير المقال إلى أن الفريقين سيفقدان عدة لاعبين بسبب مشاركتهم في هاتين البطولتين، مما قد يؤثر على مسار البطولة المحلية هناك. في حالة باير ليفركوزن يشير المقال إلى أن الفريق قد يفتقد إلى 5 لاعبين رئيسيين في أسوأ الحالات خلال فترة البطولتين، ومن ضمنهم اللاعب المغربي آمين عدلي الذي يعتبر من الركائز الأساسية للفريق. وعلى الجانب الآخر يشير المقال إلى أن بايرن ميونخ قد يفتقد أيضا إلى لاعبين أساسيين في خط الدفاع خلال البطولتين، أبرزهم نصير مزراوي، مما يجعل من الضروري التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويشير المقال أيضا إلى أن هذا التحدي قد يؤثر على استراتيجيات التعاقدات الشتوية للفريقين. يتحدث المقال أيضا عن استعدادات الأندية لهذه الفترة الصعبة، حيث سابق باير ليفركوزن بالفعل التحضير الجيد لتلك الفترة من خلال تعزيز عمق الفريق وتوفير بدائل لمختلف المراكز. بالمقابل يشير المقال إلى ضعف في العمق لدى بايرن ميونخ وضرورة تدعيم الفريق لتفادي مشاكل الغيابات في اللاعبين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى فيديوهات وأخبار جديدة إن شاء الله.